شوكولاتة كيك ماتيلدا دي تحفة جدا يا جماعة. يعني لو جربتوها دي بقى لعشاق الشوكولاتة. حلوة قوي وفعلا شيقة. لو جربتوها تعتمدوها ان شاء الله، لانها كلنا بنحب الشوكولاتة طبعا، مش حد ما بيحبش الشوكولاتة. وطريقتها سهلة جدا. يلا نبتدي في الطريقة. هنا معانا 3 كوب من الدقيق المتعدد الاستخدامات. هننخله كده، ونخل الدقيق هنا بيدخل الهواء ويخلي الكيك هشة. هنستخدم هنا كيك شيف بيظبط الكيكة جدا، بنستخدم منه 1.5 معلقة. ممكن نستخدم بيكنج باودر عادي، بس كيك شيف بيظبط الكيكة جدا وبيخليها اسفنجية وهشة كده. تمام. بعد كده هنحط رشة من الملح وكوباية من السكر. نفس الكوباية هنعاير بيها كل المقادير. هنا كوباية من الكاكاو الخام بدون سكر. بنقلب كل المكونات الجافة دي مع بعضها، بنخلطها كويس قوي علشان يبقى تمام الامتزاج. نمزجهم حلو قوي مع بعض. تمام. هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. بعد ما بنمزج المكونات الجافة بنبتدي نجيب 3 بيض بدرجة حرارة الغرفة. بنحط 3 بيضات، وطالما في بيض يبقى لازم هنحط فانيليا. هنحط هنا كيس من الفانيليا، او لو عندنا الفانيليا السايلة ممكن نحط 3 قطرات منها. تمام. هنقلب كل المكونات دي مع بعضها. ممكن نضيف بقية المكونات السايلة. هنا هنحط كوب من اللبن، وهنقلب كويس قوي. ندمج كويس قوي بالمضرب اليدوي عادي. مفيش هنا داعي لاستخدام مضرب الكهرباء، بالمضرب اليدوي عادي. وهنحط هنا كوب من الزيت. تمام. وزي ما قلت لكم نفس الكوبايه اللي بنعاير بيها كل حاجه. هنا هنجيب ميه سخنه، كوب من الماء الساخن المغلي، وهنحط معلقتين من القهوه سريعه الذوبان، وهنقلبها كويس جدا. انا حطيت برضو معلقه تانية بس ما اتصورتش. وهنضيف الكوبايه على الخليط بتاعنا بتاع الكيكه، ونقلب كويس قوي. هنقلب كويس قوي لغايه لما ندمج المكونات كلها مع بعض، ونحصل على القوام اللي احنا عايزينه، اللي هو قوام هوريه لكم دلوقتي. ده القوام اللي احنا عايزينه. تمام كده. خلاص خلصنا. هنجيب بقى صينية الكيكة، وهنحط فيها ورق زبدة، ونكون دهنينها طبعا. وهنحط الخليط، وهكتب لكم برضو طريقة التسوية في صندوق الوصف هنا. تمام كده. هنحطها في الفرن. بعد كده طبعا الفرن بنبقى مسخنينه مسبقا. على بال ما الكيك يخلص هنعمل الجناش. هنا عندنا كوب من الكريمة الخفق، اللي هي كريمة الحلويات، وبنحط عليها كوبايتين من شوكولاتة المطبخ. بندمجها وبنسيحها بقى، سواء في حمام مية سخنة او في الميكروويف على مرتين كده. نحط الشوكولاتة على مرتين لغاية لما نوصل للقوام ده. ندخلها التلاجة على بال ما نجهز الكيكة. الكيكة هنا طلعت من الفرن، بنقسمها على نصين او على 3. المفروض ان احنا نسيبها تبرد، لكن انا هنا ما كانش عندي وقت وكنت مستعجلة، فعلى طول اشتغلت فيها. بس هو المفروض نسيبها تبرد. قسمتها هنا نصين، ممكن لو تحبوا تقسموها على 3. وهبتدي احط بعد كده الجناش. هو بقى جاهز خلاص، وهبتدي احطه على الكيك. هو طبعا ملحقش برضو يجمد، المفروض ان هو بيبقى اجمد من كده شويه، بيجمد عن كده شويه. جربوها يا جماعه، فعلا بجد تحفه قوي وشيقه جدا. الكبار والصغار، الناس كلها، كل الناس بتحب الشوكولاته. ودي فعلا وصفه كلها شوكولاته، غرقانه شوكولاته، فعلا جميله جدا. هنا بعد ما حطينا في النص هنحط بقى الباقي على الوش. وطبعا الميزه هنا ان احنا ما بنحتاجش ان احنا نحط بشكل معين احترافي ولا اي حاجه. الشوكولاته كده بنحطها عشوائيه، بطريقه عشوائيه، وبتطلع تحفه جدا. هي دي طريقتها، بتطلع تحفه جدا وهشة. فعلا احلى وصفة واظبط وصفة لكيك الشوكولاتة او الماتيلدا كيك. هتجربوها ان شاء الله. مقادير مظبوطة على الشعرة.
تحفه قوي يا جماعه، جربوها. الولاد مش هيبطلوا يطلبوها، واحنا بنتحجج بالولاد، بس احنا كمان مش هنبطل نطلبها. جربوها ان شاء الله هتعتمدوها يا جماعه، تحفه قوي. وبون ابيتي. قولوا لي رايكم بقى في الكومنتات لما تعملوها. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.